يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير، وحشتوني قوي. شكرا على الكومنتات الحلوه بتاعتكم كلها امبارح، بجد شكرا ليكم، شكرا على الحب والدعم بتاعكم. هندخل بقى في الموضوع كده. انا كنت عامله يعني اكله خطيره بجد. ماما كانت عندي فقلت ايه، اعمل لها اكله كده هي بتحبها قبل ما تسافر، لان ماما طبعا حبيبتي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لينا وتفضل دايما، يعني ما يحرمناش من دخلتها علينا. بقت يعني فاهمين، اخويا ما ملوش في المحشي قوي ومش عارفه ايه، فهي ما بقتش بتعمل محشي كتير، ما بتبقاش قادره، ما بتبقاش يعني خلاص هي هتاكل لوحدها، فما بقتش تعمله قوي يعني. مهم فانا ايه، مع انها والله كانت مصممه اني ما اعملش بس انا قلت لها ايه، هعمل حاجات صغيره كده على قدنا، معرفش ايه. وعايزه اقول لكم والله الاكله ما اتاكلتش، يعني قعدت على المحشي، قعد يومين في التلاجة حرفيا. المهم انا كان عندي كوارع، كنت موريها لكم فاكرين في المشتريات بتاعه الفراخ واللحمه وكده، فقلت اعمل نصها كده انا وماما وعمر بس يعني، فقلت اعمل نصها كده. وبصراحه اول مره اجربها في الحله بتاعت اللي هي حله البريستو دي، بجد طلعت حلوه قوي. انا اصلا مش من الناس اللي بحب اعمل فيها فراخ ولحمه وكده، لان انا يعني كده كده فاضيه ومرايش حاجه، وبعمل الاكل بالراحه وعلى مهلي ومحدش مسربعني يعني وكده. ما عايزه اقول لكم، امنيه اختي ما بتعملش غير فيها، بس طبعا عشان انتوا كلكم عارفين امنيه اختي ايه، يعني ما عندهاش اصلا وقت عشان هي شغاله مع دروس ولادها، مع المراجعات، مع الهوم وورك، مع كل الحاجات دي. فحله البريستو هي معتمداها في كل الاكل، بتعمل فيها ممبار. عايزه اقول لكم، ماما قالت لي، انا اصلا اتفاجئت ان هي بتعمل فيها ممبار، بتعمل فيها ممبار ولحمه وكل حاجه كل حاجه كل حاجه وبط وكل حاجه. ماما قالت لي والله طعمهم حلو جدا. فطبعا انا يعني ما اعرفش، ما جربتش اعمل فيها، تقريبا عملت فيها ممبار مش فاكره، بس اعتقد انا عملت فيها مره ممبار وفعلا ما خدش. انا مش فاكره، مش متذكره، بس اللي انا فاكراه، بصوا الحتت اللي هي السودا دي طلعت اللي هو مش عارفه حاجه الريم او كده، بس انا شايله الريم اصلا قبل ما اقفل عليها. المهم ان انا ايه، بديها بس غلوه، يعني انا اديتها غلوه اوليه كده دقيقتين 3، وبعد كده ايه بروح جايه حاطه ميه نظيفه مغليه، وشلت طبعا الريم اللي طلع فيها ده، لزق فيها ده، وشلته وهحطها بقى على نظافه كده، وهتشوفوها تبقى طالعه بفتة. طبعا انا غسلها كويس على فكره، هي بتبقى جايه اصلا من فتح الله نظيفه ما فيهاش اي حاجه، بس فيها بعض الشعيرات كده صغنطوطه، وانا ما بيتشالوش اصلا، يعني هما ما بيتشالوش، فانا بحرقهم وبعد كده بقعد بقى ايه اشيل فيهم كده. فبنضفهم كويس وبنقعها بميه وخل وليمون، وبجد بصوا بعيد عليها مره واتنين وتلاته، مع انها بتبقى نظيفه، بس انا لا، لازم اعيد عليكي مره واتنين وتلاته. المهم هنا هنعمل المرقه بتاعه الشوربه، بصل وطماطم. كانت الطماطم خلصت في الصلصه بتاعه المحشي، فاخدت معلقه صلصه كده بتخلي الشوربه لونها احمر كده وجميله. حطيت لومي بقى وحبهان ولورا وعود قرفة، وهظبط الملح بتاعها، وحطيت كوبيبة ورشة قرفة، لا ما حطيتش قرفة، كوبيبة صح، اسمها كوبيبة، مش عارفه اسمها كوبيبة ولا اسمها رشة كوبيبة، ما مش فاكرة اسمها ايه، مش اللي هو اسمها ايه يا ربي، ما علينا. وحطيت، بصوا حطوا كل التوابل اللي انتوا عايزينها. انا في الشوربه كده بحب احط لها توابل حلوه، بس ما بكترش عشان ما تبقاش برضو الشوربه كلها توابل، انا بحط حاجات بسيطه. وظبطت الملح، وبعد كده هقفل عليها واسيبها بقى مع نفسها. حرفيا خدت ساعه وربع او ساعه، مش فاكره، ساعه وربع او ساعه الا ربع، هي عموما ده الوقت يعني. بجد الحله انجزتني انجاز مش طبيعي. وبس انا في مره عملت فيها الفراخ البلدي ما عجبتناش اطلاقا، يعني هي بس دي الحاجه الوحيده اللي انا جربتها، بس كنا في مره في رمضان وراحت علينا نومه، فما كانش قدامي غير ساعه، فعملت بقى في الحله بريستو دي، بصراحه ما عجبتنيش يعني بصراحه. حتى عمر قال لي الفراخ دي مش بالطريقه اللي انتي بتعمليها دايما، قلت له، فانا اتفاجئت ان هو كمان ملاحظ. فبس هي كانت مستويه ودايبه وكل حاجه، بس ملهاش طعم. طبعا دي ماما حبيبتي كانت بتحشي بقى معايا وبس يعني. مهم
فكنت بقول لكم على امنيه اختي بقت بتعمل فيها كل حاجه، فانا اصلا اتفاجئت يعني، لان انا ما امنيه ما بقتش بتصور، فانا اتفاجئت وكده. فماما قالت لي والله ضاقت منها كذا مره كذا حاجه بتبقى حلوه جدا، بس انا عشان فاضيه ما ورايش حاجه ومعايا وقت طول اليوم ممكن اسوي الاكل اصلا من قبل، يعني الكوارع دايما بسويها من قبلها بيوم. فالمره دي بقى حطيتها في حاله البريستو عشان انا عملتها في يومها. مهم هنا الورق العنب حسيته اتبقى شويه رز، فقمت عامله كيس كمان. هو يعني الكيس تقريبا بيكفي، يعني بعمله على قدي انا وعمر، لان احنا يعني مش بنبقى حابينه يتبقى لتاني يوم. فانا عملت هنا 4 اكياس او 3 تقريبا على قدي، 3 لفات على قدي انا وماما. هنا كانت استوت، اعتقد كانت استوت، مش عارفه، انا فتحت عليها مره عشان اتاكد هي استوت ولا لا، لان انا مش عارفه الوقت بتاعها، فكنت خايفه ان هي تتهري يعني. ففتحت عليها كده، المهم ان هي لقيتها لسه محتاجه شويه. وانا علشان هعملها، اعمل الاكله بطريقه معينه فمحتاجاها دايبه. اقطع بصل بقى وفلفل وكده وارص الورق العنب. يا جماعه عايزه اقول لكم انا من الناس اللي بتعشق رص ورق العنب، يعني انا لازم ارص ورق العنب ورقه ورقه، ما احبش احطه عشوائي، رغم ان انا هنا مش هقلبه، يعني هو مش هيتحط مقلوب، وانا اصلا هفضيه وهعمل فيه حاجه تانية. فلا انا عندي كيف كده اقعد ارص الورق العنب، عشان كده بلفه بس في ورقه، بلفه في ورقه بحشيه وبحطه في طبق خارجي، عشان انجازا ان انا اقف ارصه، يعني اكيد مش هجبر ماما ان هي تقعد ترصه كده. بس فانا رصيته رصه كده حلوه محترمه. ويا جماعه يعني عايزه اقول لكم الاكل ده ما اتاكلش منه غير الكوارع وشوربه الكوارع وبس كده، شكرا. يعني ما اعرفش والله، الواحد ما كانش جايله نفس، ولا احنا مش قادرين ولا ايه. ان انا قبلها بيوم كنت عامله فراخ بلدي وعامله محشي بتنجان، فماما قعدت تقول لي انا مش هاكل، ما تعمليش محشي ورق عنب، الاكل هيبقى تقيل وانا مش قادره اكل، ما اعرفش وماليش نفس. قلتها لا والله لازم اعمل لك الاكله دي قبل ما تسافري، انت مش هتاكلي، مش هتعملي ما تعمليش محشي عندك. وانا عارفه ان ماما بتعشق المحشي، بتعمل، بس لو هي وبنت خالتها عملوا مع بعض، لكن غير كده ما تعملش. فانا حاسه ان انا ماما ازاي تبقى عندي وماكلهاش محشي. بصوا في بتاع كده لونها اسود خرجت، ايوه دي، فانا اتخضيت قلت يا لهوي هو ايه اللي خرج من الكوارع ده؟ طلعت بقى، شمتها وطلعت الليمونه دابت، اللي هي اللومي دي، عارفين اللومي اللي انا حطيتها في الاول دي، الليمونه اللي لونها بتاعت الكبسه دي. انا اتخضيت قلت يا لهوي ايه ده، وقرفت بجد ومعرفش، قلت هو ايه اللي طلع ده؟ قلت لا مش هسوي فيها تاني. انا خفت بقى بعد كده لقيتها الليمونه دابت، فقلت شكرا. بس هنا كان في حته ملظلظه وقعت مني، كنت بدور عليها عشان اكلها حاف. المهم هنا مش هينفع اسيبها تبرد، عشان الكوارع لما بتبرد كده بتقعد تمسك كده في الايد. فانا قطعتها كده بمعلقه وسكينه، وهقطع بس حتتين، يعني هخلي حتتين 2 بس. خمنوا بقى هعمل في الاكله دي. طبعا مش هنرمي العظمه دي، هنسيبها وهتعرفوا ليه كمان شويه. دي بتاعه اللومي برضو او ورقه لورا. المهم هنا كان الورق العنب استوى، وانا كنت عايزاه مستوي ضن، يعني مستوي خالص. حتى طبعا شوربه مغليه ونزلت فيها بالملوخيه لحد ما هي تفك كده. المهم هنحط الكوارع في طاسه كده وفيها شويه زيت، مش هحمرها، هنزل عليها بمعلقه صلصه كده او معلقتين صلصه، معلقه صغنطوطه، معلقتين من اللي هما بتوع الاكل، وهشوحها كويس في الصلصه بقى. دي تشويحه، طبعا الصلصه عليها توم، تمام، وهشوحها تشويحه بس صغنطوطه قد كده.
انا حسيت ان هي محتاجه صلصه تاني عادي هزود، بس مش هخليها طبعا، مش عايزاها تبقى صلصه قوي، انا بس عايزه الصلصه تبقى باينه فيها شويه، وكمان تبقى مديها لون كده. بس هنا بقى ايه، اكيد بان انا هعمل ايه. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا، وجماعه المره دي هنتعلم من اخطائنا، ومش هننسى الكوستر تحت الطاجن عشان ما يولعش في المطبخ تاني. تمام، كفايه اللي اتحرق، عشان انا كنت جايبه التلاتة اللي هو من ايكيا دول، هما كانوا مع بعض كده التلاتة. كنت جايبه 2 للكوبايات، و2 للاطباق والطواجن والحاجات دي. واحد اتقطم مني، والتاني اتحرق، فالتالت ده لازم نحافظ عليه. المهم فضيت بقى المحشي، شفته قلبته، وبعد كده هنجيب بقى الطاجن ده نرصه. مش محتاج ان احنا نحط حاجه تحت الورق العنب لانه اوريدي مستوي، احنا بس هندخله الفرن كده شويه صغنطتين، لان اصلا المحشي هو مستوي يعني، والكوارع مستويه وكل حاجه، بس انا عايزه ادخل الاتنين دول مع بعض الفرن، ياخدوا من بعض كده ويستووا كده ويبقوا تمام. طبعا الكوارع مش هينفع تتحط في الطاجن وتستوي مع الورق العنب عشان هي مش هتستوي اصلا، فاخترت ان انا اسويهم كده الاول. يعني هنرص بقى رصه محترمه، وهنا انا يعني كان لازم بقى نرص، يعني هنا كنا لازم نرصها. يعني انا عايزه اقول لكم برضو ما قلبتش الطاجن، كان نفسي اقلبه بس قلت لهم لا، حتى ماما قالت لي طب ما تقلبيه، قلت لها لا مش هقلبه، هنحطه كده بالطاجن في السفره وناخد كل واحد في طبقه. هنا حطيت القطع اللي بعضمها عشان احنا بنحب القطع اللي بعضمها، يعني انا بحب الكوارع كده، ما كنتش عايزاها كلها تبقى مهريه، انا كنت بس عايزه قطع مهريه وقطع بعضمها. هنكمل رص. انا بس ليه رصيت اول 2 ليه، يعني اول صفين ليه، علشان استنى عشان هدخل المطبخ اشوف بس، علشان بس يبقوا مرصوصين واعرف احط الورق العنب في الجوانب من تحت. هنكمل رص عادي عادي عادي. جماعه الاكله دي كانت حلوه، بس فعلا كانت عايزه تتاكل على شوقه كده، انا نفسي ما اكلتش. يعني المحشي كان طعمه تحفه جدا، الكوارع كانت مستويه كده وطعمها كان خطير، وبجد يعني ماما والله كانت مبسوطه مني. بس الاكله فعلا كانت تقيله، يعني حتى عمر قبلها بيوم قال لي لما عرف اعمل ورق تاني محشي، احنا كنا امبارح بتنجان وفراخ، انا مش قادر. ماما قعدت تقول لي كده، قلت له لا مش هينفع، انا هعمل، انا عايز اصلا كمان، يعني هو اتبقى رز، فانا ما كنتش عايزه ارميه، كنت خايفه عشان احنا في الصيف والدنيا حر، فكنت خايفه ان هو يحمض او يبوظ مننا يعني، فبالمره هو اتبقى من البتنجان رز، فبس وكانوا رز محشي، يعني الرز بالخلطه بكل حاجه. هنا بقى جبت اللي انا كنت خلياهم، هحطهم على الوش وبس كده. بس طبعا الكوارع اتنسفت، احنا كلنا الكوارع وخلاص هي قفلت معانا، محدش، عايزه اقول لكم محدش مد ايده في الورق العنب غير كل واحد بس خد صباعين كده وداقوا وخلاص. كلنا امتى بقى؟ تاني يوم، يعني تاني يوم بقى قمنا كلنا بقى المحشي البارد ده، بقى كنا ارتحنا بقى، او لا ما كنت تصدقوا ما كناش كلناه تاني يوم. ماما قعدت معايا بتاع كام يوم كده، عايزه اقول لكم اصلا ماما سافرت، يعني هي قعدت معايا 3-4 ايام كده، فتاني يوم ده احنا اتغدينا بره ولا ايه مش فاكره، كنت نازله اجيب شويه حاجات فاتغدينا بره. و لا ما اتغدينا ده كان لا ما اتغديناش بره. تاني يوم ده احنا ماما حلفت ان هي مش هتاكل غير اكله شعبي، انا مش عايزه اكل اي حاجه، انا عايزه اكل جبنه بس. فجبنا جبنه، وعمر جاب طعميه او فلافل زي ما هم هنا بيقولوا، وما كلناش محشي خالص، سيبناه في التلاجة. بعدها بيوم بقى لما اكلتها الجبنه بقى وريحت بطنها شويه، قلت لها ناكل المحشي ده، والله مش هتمشي غير لما تاكلي المحشي ده.
شفتوا بقى اللي هي العظمه اللي هي باينه من الكوارعيه، اللي باقيه من الكوارعيه دي مش هينفع تترمي. ليه؟ عشان هي عمر بيحبها، بيبقى جواها النخاع كده، فبيقعد يفضيها ويدقدق كده، هيكسر لي يا الرخامه يا هيكسر لي الازاز بتاع الترابيزه في مره. ويدقدق يا ابني حرام عليك، اعملها بسكينه ولا هي اصلا دايبه، بس هو لازم يدقدق، يعني هو لازم اول حته كده يدقدق. المهم معرفش ايه اللي جاب المقطع بتاع الملوخيه في الاخر. المهم ان انا هنا كنت بدوبها، وكنت ولعت عليها النار، وهنزل بقى عليها بالثومه والكزبره وهرسه الشطه وبس، واديله دي بقى، واقعدي قلبي بقى لحد ما تعمل عرق كده. بس هنا كان اكلنا النهارده، الاكل كان حلو جدا ولذيذ جدا، مش قادره انسى طعمه ولا حلاوته. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.